طيب نستقبل مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا شيخ أنا أحبك في الله أول شيء. أحبك والله إنك منورنا. الله ينور قلبك. وبيوتنا صلحت والحمد لله. وصرنا نقوم في الليل. الحمد لله. أنا أكلمكم من جدة المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا. وأتمنى أن تكون قناة زي هذه القناة اللي أنت منورها عندنا في المدينة إن شاء الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أتمنى من رجال الأعمال أن يسووا لنا قناة زي هذه القناة. الله ينور عليك. آمين يا رب. ويجعلك نصرة للإسلام إن شاء الله والمسلمين. آمين آمين. جزاك الله خير. يا شيخ عندي سؤال. أنا والدي كبير في السن تعدى 100. الله أكبر. وهو تعبان شوية. نعم. فيجمع بين الفروض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. فما أدري إيش يعني. لا حرج عليه إن شاء الله. هو كبير في السن تعدى 100. لا حرج عليه، أسأل الله أن يبارك عمره وأن يزكيه، ولا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين على شرط أن يتم الصلاتين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. وبالمناسبة أنا أجيبك الآن بجواب شيخنا وشيخكم فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأبين لك أننا يعني غرس من غراس علمائكم في. وما هذا النور الذي ترونه إنما هو مستمد من ساكن المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. فقناة الرحمة وغيرها من القنوات وما يظهر عليها من كلمات من علمائنا وإخواننا، إنما هذا النور استمده إخواننا جميعا من نور ساكن المدينة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، من نور دينه، من نور دعوته، من نور سنته. أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجزي عنا أهل المدينة خير الجزاء. ونشهد الله أننا نحبكم في الله، نحب أهل مكة وأهل المدينة، ونحب أهل بلاد الحرمين من الموحدين المؤمنين المسلمين المتبعين لسيد النبيين. ونسأل الله أن يجمعنا بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته. وأقرئ الوالد الكريم مني السلام، وأسألك بالله أن تطلب منه الدعاء لي. اطلب من والدك الدعاء لي، نظنه إن شاء الله تعالى من أهل الصلاح ومن أهل الذكر ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، ما دام مصليا عابدا لربه طيلة هذه السنوات. أسأل الله أن يختم لي وله ولكم جميعا بالإيمان، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الطاعة وفي الآخرة في جنات النعيم. كانت أفنان في شبه غيبوبة، والعجب العجاب اللي حصل في القصة ديت إن هي شبه غيبوبة ليل ونهار، نايمة في المستشفى مش دلالة بنفسها. ووقت ما يجي وقت الصلاة، وقت كل الصلاة من الصلاة الخمس، تفوق تقول عايزة مية، يجيبوا المية، تتوضى وتصلي وتروح في غيبوبة تانية، وتفضل في غيبوبة لحد وقت الصلاة التانية. وأول ما يخش وقت الصلاة بشرط ما كانتش بتسمع الأذان، لأن ما كانش في أذان في المستشفى، الأذان بره، والغرفة بتاعتها حاجبة الصوت عن بره عشان هي تعبانة. فوقت الصلاة تصحى فتتوضى وتصلي وتنام تاني في غيبوبة. الصلاة اللي بعدها حسرة قلبي على الشباب اللي بصحتهم وعافيتهم وقوتهم ومحدش فيهم بيفكر يسجد للملك جل وعلا. اخويا وحبيبي، صلي قبل ما ترقد الرقدة ديت وتتمنى انك تصلي وما تعرفش تصلي.